توقعاتك كابتن عاطف؟ سميها زي ما انت عايز. مش عارف انا مش خليها ضربة ضربة، خليها ضربة ضربة. الشناوي ضربة ضربة. حراس دوليين ضربة ضربة عشان ما وزملاء اتوقعش. شوف انا مش بعرف ابص في ضربات الجزاء. انا زمالك. واذا الضربه الاولى لا، لا. ستكون من نصيب النادي في اول الأهلي. 5. النادي الاهلي الله. ورامي ربيعه. عارف مين اللي هيضيع؟ الضربه زيزو الاولى عبد الناصر. اعصاب من حديد. رامي ربيعه. رامي هيجيب الضربة جول. الأولى. رامي داخل يعيط. رامي ربيعه. رامي هيضيع. لا، هيجيب. تركيز يا رب. كبير جدا من رامي. يا رب. وايضا جول ان شاء الله. ورامي على يمين ربيعه الحارس فوق. وداخل رامي وداخل رامي وهوبا حلوه 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 حلوه. الهدف الحمد لله. الأول لرامي بس ربيعة. عواد مذاكر. يا ولد يا رامي يا ربيعة. عواد كان مذاكر. يا لعيب يا لعيب. هو عواد بيترمى صح قوي الصراحه. قوي قوي قوي. رامي ربيعه قويه جدا. راح لها عواد لكن كانت القوه كافيه ان هي تسكن امامها. اذا الهدف الاول للنادي يا عم تركي. تشجيع الجميع. يا عم مش وقته. صح 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 صح. يهز اللي داخل وراه. عبد الله؟ هيضيع. نادي الزمالك. عبد هيضيع. الله سعيد. هيضيع. بره. الشوط على يمين الشمال. شنو هيشيل؟ هيضيع. وادي لمستها. هيا. حلوه حلوه. والله كان هيضيع. حلوه روعه. حطها روعه روعه. شوف حلو من الكلب. اذا واحد واحد. واحد واحد. الاعصاب الاعصاب الاعصاب. لكن الهدفين احلى من بعض. رامي ربيعه روعه وعبد الله السعيد روعه روعه روعه. الاثنين روعه روعه. الضربه القادمه للنادي الاهلي. هنشوف مين اللي هيتقدم للنادي الاهلي. وسام ده ولا مين؟ هيتقدم عمر كمال عبد الواحد. هيجيبها. عمر كمال. الضربه الثانيه عمر كمال. عمر هيجيبها. تركيز من عمر يسكت اولا ماشي. للمولى سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك يا ابني. يستجيب ويركز. بس اهدى كده، انت متوتر شويه. 18 وتركيز من وتطلع عماد. مخ. وداخل عمر وداخل وهي وهوبا. تاني برضه؟ ايه ده؟ ده نايمين مع بعض. لا لا لا، بس انا مع الجنب التاني. نايم من ناحيه مديله ظهر. روعة. 2-1. الدور على الزمالك لكن حطها حلو. راح عواد في حته واتحطت في حته. 2-1. 2-1. من من الزمالك يتقدم؟ من من الزمالك يتقدم؟ مين اعصابه من حديد؟ ورينا يا سيدي ظهره. يا حمزه المسلوس. مش ده اللي عمل ضربه الجزاء؟ هيضيع. هاي ده يطلعها بره خالص. هيضيع. المسلوس ايه؟ وداخل وهو يا سيدي يا سيدي العرف ده. الشناوي لكن حطها قويه وبقت قوية ده قوي. دي ضعيفة فشخ. بيدي للناس دروس. حلوه حلوه حلوه. ببطن رجله حطها جميله جميله. دي ضعيفة فشخ. الشناوي رغم ان الشناوي راح معلش. افتكرها هيتصدى. معلش 2-2. من حق كل واحد يشجع اللي هو عايزه. اوعى تلوم على حد بيشجع يحيى؟ كل واحد براحته. انا مش عايز بس الواد ده، يعني انا هتضايق لو هو ضيع. ده هيضيع الماتش بقى عليه. هيتكسر هيضيع. هيتكسر. لا لا ومحمد يا عم ما هيحط ان شاء الله. شفناهوش قبل كده بيلعب ضربات جزاء. هو اشول وداخل يحيى وهوبا. باينة. هوبا الواد اللي هيضيع الماتش. يحيى عطية طلع. ما شفناهوش بيلعب ضربات جزاء قبل كده. اشول حطها بمنتهى يعني الضعف. وعواد راح لها بمنتهى الروعه. بس وراح للاسف. عواد هارد دلوقتي يحيى عطية طلع بايده. يا عم هي شكلها زمان. والله بتثبت اقدامك يا عواد. وهتطلع. الأهلي لو عايز ياخدها هيخلصها في 90 دقيقة. حلوة 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 حلوة. بقت كده 2-2 وفي ضربة ناصر. هيلعبها ناصر منسي. ناصر منسي لو ليلة نجح ليلته. هيبقى ليلة ليلته. الزمالك 3 والاهلي كل ضربات الجزاء تحس ماشيه منطقيه، يعني اللي بيلبس واللي حلو بيجيب حلو. هدف التعادل. هيضيعها. يا رب. ناصر على منسي. فكرة قلت لك قلت هنخلص الأهلي في الخمس تخلص الزمالك في الخمس كورة. تركيز من الشناوي وناصر منسي. داخل ناصر وهوبا. حلوة أوي أوي أوي.
لا مهزأ. بيتريق عليه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه شغل العيال ده؟ ايه شغل العيال ده؟ دي لو اتصدت خلاص. لسه واحدة كمان. لو دي اتصدت واللي بعدها جت خلاص. وادي مصطفى شلبي بيقول يا رب ثم ينتهي الشلل ثم ينتهي الشلل. 3 الزمالك 2 الاهلي والضربه الرابعه للنادي الاهلي. طاهر هيلعبها اه دي لو اتصدت خلاص تصدق؟ مجدي. لا لا لسه لازم لسه يكون اتنين. واحد. هيلعبها طاهر محمد طاهر. طاهر الاهلي جاب كام واحدة؟ 2. تركيز من طاهر وعواد ومحمد طاهر وداخل طاهر وهوبا حلوه 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 حلوه. طاهر محمد يلا يا شناوي. الهدف الثالث من 4 كور للنادي الاهلي والقادمه هي الرابعه لنادي الزمالك. انا لعبت الاهلي كلهم لو شاطين كوره في جابها نفس الوقت. هيبقى 4-3 للزمالك. الاربعه حاطين كوره لو في ما نفس الوقت. جابهاش هتبقى 3-3. هنشوف. طاهر القادمة حسام عبد المجيد. لحسام عبد المجيد قلب لا ده شوط حلو الدفاع. على فكرة. حسام عبد المجيد وترقب لابو ناصر وترقب من الملايين. وحسام عبد المجيد راجع لورا حسام راجع لورا حسام والشناوي. حسام عبد المجيد داخل حسام وهو يا جدع بقى حرام عليك بقى. دي تالت كوره في ايده. خطأ قوية وبأعصاب حديدية. بقت كده 4 الزمالك 3 الأهلي والضربة الأخيرة للأهلي. لو جت نستمر ونشوف ال5 بتاعة الزمالك. لو ضاعت نقول مبروك للزمالك. يا عم في يا لهوي انا مش عارف هو الشناوي بيلم ايده ليه. بص يا اسطى بينط ويروح لامم ايده. يا عيني عليك يا جوميز. دي ليلة ولا 1000 ليلة ولا 1000 ليلة بالنسبة لك. الضربة ال5 للنادي الأهلي. حسام هيضيعها ولا احنا كلنا؟ أبو علي وسام أبو علي وسام بره خلص. ويفوز نادي الزمالك بالسوبر الأفريقي بعد 30 سنة غياب بين الفريقين الكبار. يستطيع نادي الزمالك أن يحسم السوبر الأفريقي بعد ما أضاع وسام أبو علي الضربة ال5 والأخيرة. ضربت في القائم اليمين وطلعت بره في سيناريو لم يتوقعه أشد المتشائمين بالنسبة للنادي الأهلي أو أشد المتفائلين بالنسبة لنادي الزمالك. لكن جوميز وكولر الاثنين عملوا كل اللي عليهم النهارده. كولر حقق كل البطولات وكان نفسه في السوبر لكن راح منه السوبر. وجوميز يستطيع أن يحرز الكونفدرالية ثم السوبر الإفريقية. لا أملك إلا أن أقول هذه مباراة بين الكبيرين الأهلي والزمالك وهذه ضربة. بص داخل مستعجل فشخ. ده مستعجل إجابته طوال المباراة وإحداثه لضربة جزاء أثناء المباراة. لكنها كرة القدم. كرة القدم عندما تعطي وعندما تعطي زهرها. وبالتالي أرسل كمناسب أرسل جماهير النادي الأهلي العظيم أرسل لمجلس إدارة النادي الأهلي الحميد الأول أهني نادي الزمالك. ما تعيطش يا ابني ولا تبكي. هي كرة القدم هي كرة القدم. ويكفينا فخرا أن السوبر الأفريقي بين ناديين مصريين كبار هما الأهلي والزمالك. الزمالك والأهلي. الأهلي عنده مباراة قوية في الشوط الأول ولكن الزمالك استطاع أن يسترد.